يا مساء الجمال على أحلى متابعين. النهاردة هنحكي فيلم إيطالي من الطراز الرفيع، فيلم كله إثارة ورهبة ونار قايدة في وسط الريف. فيلمنا اسمه الزوجة التانية. الحكاية بتبدأ في بلد صغيرة ورايقة في إيطاليا، بنتعرف فيها على فوسكو، وهو راجل شغال في نقل وتوريد النبيت، يعني حالته المادية مية مية، وعنده بيت فخم وقدر يبني لنفسه وضع اجتماعي محترم. فوسكو عايش مع ابنه المراهق ليفيو، ومن ساعة ما مراته ماتت من فترة طويلة وهما شايلين بعض وعايشين حياة هادية. لكن فوسكو فجأة قرر انه لسه فيه الروح ومش عايز يقضي باقي عمره لوحده. ومن هنا بتبدأ الإثارة لما فوسكو اتجوز بطلة فيلمنا أنا، وهي ست أصغر منه بكتير، جمالها يقطع النفس وعندها أنوثة طاغية تخلي أي حد يشوفها يسرح في منحنياتها. أنا كانت أم عزباء وعندها بنوتة اسمها سانتانا، وكانت فرحانة جدا بالجوازة دي لأنها لقت الراجل اللي يلمها هي وبنتها ويحميها من نظرات الناس. وبالرغم من إن الجوازة شكلها استقرار، إلا إن فوسكو كان واخد أنا زي التحفة أو الكأس اللي عايز يتباهى بيه قدام الكل. كان بيعشق جمالها لدرجة الهوس، وكان بيحب يوريها للناس علشان يحسدوه على الكنز اللي في بيته وفي حضنه. وفي الوقت ده بنشوف ابنه ليفيو عايش حياته مع أصحابه على البحر، مقضيها لعب وشقاوة شباب. وفي بنت اسمها ستينا وقع في دباديبه وبتبعت له جوابات حب كل يوم على الموتوسيكل بتاعه. ومع ان اصحابه كانوا بيسخسخوا عليه من الضحك، الا ان ليفيو كان بيدور على حب مختلف، حب يهز كيانه ويحرك مشاعره بجد، مش اي تسلية وخلاص. لكن يا سيدي الحلو ما بيكملش، لانه فوسكو ورا الوش الهادي ده في جانب ضلمة وغريب جدا في شخصيته. وبجانب شغل النبيت، فوسكو كان عنده سبوبة تانية سودا ومستخبية. هو وشلته كانوا بينبشوا القبور القديمة اللي في البلد وبيسرقوا منها القطع الأثرية والكنوز اللي مدفونة مع الموتى. وطبعا ده شغل غير قانوني آخره السجن. والأغرب من كده إن فوسكو ليلة دخلته على أنا، وبدل ما يقضي الليلة في حضنها ويتمتع بجمالها اللي يجنن، سابها ونزل يسرق مقابر، وكان هيتقبض عليه لولا ستر ربنا. في الوقت ده أنا بدأت تنزل الشغل وتساعد الستات في تعبئة النبيت، وحطت ايديها في ايد فوسكو في الشغل. وفي يوم ليفيو هو بيحمل الصناديق غلط غلطة بسيطة، فوسكو ما تفهمش ونزل فيه شتيمة وتهزيق قدام الكل، واتكسر نفسه بكلمات سم. ليفيو حس بظلم وقهر، وهو اصلا قرفان من شغل ابوه في سرقة القبور، فبدأ يكرهه اكتر واكتر. وبالرغم من قسوة الاب، كانت انا هي البلسم اللي بيدوي جروح ليفيو، فكانت دايما بتدافع عنه وتقف في وش فوسكو علشان خاطره. ومع ان ليفيو في الاول كان كاره وجود انا وحاسس انها جاية تاخد مكان امه، الا ان حنيتها ودلعها بدأوا يغيروا مشاعره. وبالتدريج البيت بدأ يتحول لأسرة بجد، وليفيو بقى قريب جدا من سانتانا الصغيرة. لكن الحكاية ما اخدتش سكة الاهل وبس، العلاقة بالليفيو وانا بدأت تاخد شكل تاني خالص، شكل فيه عواطف ملخبطة. ليفيو كان شاب حساس ورقيق عكس ابوه الغشيم، وانا بدأت تنجذب للرقة دي وتستمتع بقعدتها معاه، وبقت نظراتها ليه فيها لمعة غريبة. الحكاية قلبت بجد لما فوسكو هو بينهش قبر قديم وقع على كنز ملوش حل، تمثال أثري قيمته تعدي الخيال. وبعد ما فوسكو لقى التمثال الغالي ده، بيقعد يخطط ازاي يبيعه في السوق السوداء ويقسم الفلوس مع شلته. لكن الأخبار اتسربت في البلد والكل عرف بالكنز اللي معاه. فوسكو جن جنونه واتهم أنا إن هي اللي فتنت وطلعت السر بره، وقعد يهزق فيها وهي غلبانة ومظلومة. وهنا ليفيو مسكتش ودخل في خناقة مع أبوه وقال له يا راجل، الناس كلها عارفة إنك حرامي قبور، يعني هي اللي هتفتن عليك. ومع مرور الأيام مشاعر ليفيو ناحية أنا بدأت تاخد شكل جريء ومكشوف، بقى يراقب كل حركاتها ويسرح في تفاصيل جسمها وهي بتتحرك قدامه، وبقى بيعشق كل كلمة بتقولها.
أنا هي كمان بدأت تحس بالأمان معاه وتفك معاه في الكلام. وفي يوم فوسكو كان مسافر يوصل نبيت والجو كان حر نار، فالستات في المصنع بطلوا شغل وقعدوا يلعبوا بالمية علشان يطروا على نفسهم. ومن هنا حصلت اللحظة الفارقة لما أنا حدفت مية على ليفيو بالغلط، وهو ما كدبش خبر وراح فتح خرطوم المية عليها. المية غرقت لبس أنا الخفيف وخلاه يلزق على جسمها ويوصف كل تفاصيلها ومنحنياتها. وليفيو لأول مرة يلمس جسمها عن قرب وهم بيضحكوا وبيهزروا. اللحظة دي كانت كلها أنفاس حامية ورغبة مكتومة، والاتنين كانوا مستمتعين جدا بالتقارب ده. وبغياب فوسكو البيت بقى فيه حرية أكتر، والانجذاب اللي بينهم بقى عن مكشوف بس من غير كلام. لكن فجأة البوليس كبس على فوسكو وقبض عليه بتهمة سرقة المقابر. أنا وليفيو راحوا يزوروه في السجن، بس فوسكو كان واثق في نفسه قوي وقال لهم يومين وهخرج، محدش شافني وانا بسرق التمثال فمفيش دليل عليا. وبالرغم من المصيبة اللي هو فيها ليفيو عرض على ابوه انه يكلم عمه علشان يطلعه، بس فوسكو شاط فيه ورفض بغل لانه بيكره اخوه جدا. حتى اصحابه الاندال خافوا من البوليس ونفضوا له وسابوه يواجه مصيره لوحده. ولما انا راحت تزوره من تاني اتصدمت لما لقيته متبهدل ومضروب علقة موت في التحقيق، ورغم انه كان بيحاول يعمل فيها سبع الا ان كان مكسور وبيتوجع. ولما شافها بتعيط عليه صرخ فيها وهزقها بدل ما يطبطب عليها. رجعت انا البيت وهي روحها في مناخيرها ومخنوقة، ولقت ليفيو عامل حفلة عيد ميلاده مع اصحابه وهيصة. وبناء عليه انا اتعصبت جدا وقالت له ازاي بتحتفل وابوك مرمي في السجن. بس اول ما الضيوف مشيوا الهدوء رجع للمكان وقربوا من بعض تاني وهي بتساعده ينظف البيت. وفي اللحظة دي المسافات بينهم بدأت تتلاشى، ونظرات انا ليفيو كانت فاتحاها، نظرات كلها اعجاب وشوق لشاب صغير وحمش، وبان انها بدأت تقع في حبه بجد. تاني يوم ليفيو شاف انا واقفة بتتكلم مع راجل غريب بره البيت، ولما سألها قالت له ان الراجل ده عرض عليها يساعدها في خروج فوسكو. لكن ليفيو بحسه الرجولي فهم ان الراجل ده عينه من انا وعايز يوصل لجسمها مقابل الخدمة دي، فبدأ يغير عليها نار. والحقيقة ان ليفيو بدأ يستطعم الحياة والبيت من غير ابوه البعبع، وحس بمتعة هو لوحده مع انا، لان رجوع فوسكو معناه ان العيشة هترجع نكد وقرف وسيطرة من تاني. وفي يوم والستات شغالين في تعبئة النبيت انا سحبت نفسها وراحت المطبخ، وهناك لقت ليفيو مستنيها. وفجأة وبدون اي ترتيب المسافات بينهم انعدمت وانفاسهم اختلطت ببعض، وما حسوش بنفسهم غير وهم بيبوسوا بعض بوسة طويلة ومجنونة، بوسة كان فيها كل الرغبة المكبوتة والحرير اللي كان بيناديهم. انا اتخضت من نفسها وعرفت ان اللي بيحصل ده غلط كبير، بس في نفس الوقت ما قدرتش تنكر ان طعم البوسة جننها وخلى جسمها كله يتنفض. الليلة دي النوم معرفش طريق لعين حد فيهم. انا كانت بتصارع نفسها وبتقول دي خطيئة وما ينفعش، بس ليفيو كان خلاص الحب الاول ولع في قلبه وبقى مهووس بأنا وبجمالها. طول الليل ليفيو فضل يخبط على باب اوضتها ويهمس بصوت واطي ومبحوح من الرغبة: انا افتحي، عايزة اتكلم معاكي. انا كانت بتتحدى نفسها علشان ما تفتحش الباب، وفي الاخر صرخت فيه وقالت له لازم يسيب البيت ويروح يقعد عند عمته لحد ما ابوه يخرج. ليفيو بدل ما يزعل كان طاير من الفرحة، لان طردها ليه ده كان اكبر دليل انها خايفة من مشاعرها ناحيته وانها واقعة فيه زي ما هو واقع فيها. لكن ليفيو الشقي ما راحش عند عمته، فضل يسكر مع اصحابه علشان ينسى ناره. وهناك ستينا حاولت تبوسه وتوقعه في شباكها، بس هو زقها بعنف لان انا وبس هي اللي مالية عينه وقلبه. وهو سكران وطينة رجع البيت وكسر الشباك ودخل لأنا زي المجنون، قال لها انا هغير هدومي وماشي. بس اول ما وقف قدامها وبدأ يتكلم بضعف وحب انا خلاص مقاومتها انهارت تماما. وفي اللحظة دي انا استسلمت لرغبتها وسلمت له نفسها، وعاشوا ليلة
حميمة غرقوا فيها في تفاصيل بعض ونسيوا الدنيا واللي فيها، ومن اللحظة دي وقعوا في غرام بعض بشكل مرعب، وبقوا عايشين أجمل أيام حياتهم في حضن بعض ومقضيينها دلع وإثارة بعيد عن عين فوسكو اللي مرمي في السجن. في عز السعادة دي ستنا راحت لبيت ليفيو ومعاها وردة علشان تصالحه، لكن شافت بالصدفة أنا وليفيو في وضع حميمي ومكشوف تماما. ليفيو حاول يطمن نفسه ويقول إن البنت دي مجنونة ومحدش هيصدقها، بس القلق بدأ ياكل قلبه هو وأنا من إن السر يتفضح والكل يعرف في الخيانة اللي تمت تحت سقف البيت. وفي نفس الوقت خبر الصدمة نزل عليهم، فوسكو خلاص خارج من السجن. أنا حست بالأرض بتلف بيها، ومن كتر الندم والخوف راحت اعترفت بكل حاجة لأخت فوسكو. قالت لها وهي بتعيط ومنهارة أنا عملت خطيئة وخايفة من اللي جاي. أخت فوسكو شاطت فيها من الغضب بس حذرتها تحذير شديد اللهجة: إياك تنطقي بحرف قدام فوسكو، السر ده يندفن هنا، إن لو عرف هيدمر الكل وهتسيلي بحور دم. وبالليل البعبع رجع البيت، فوسكو خرج وقعد قدام البحر يشم شوية هوا نضيف بعد خنقة الزنزانة، وهناك قابل ستانة. البنت كانت عايزة تنطق وتقوله على المصيبة اللي شافتها بين ابنه ومراته بس سكتت. اتعملت حفلة رجوع كبيرة والكل كان قاعد على نار. أنا وليفيو وعمته التلاتة كانوا مرعوبين ونظراتهم فتحاهم، بس فوسكو كان قاعد ولا هو هنا بيضحك وبياكل وكأن مفيش حاجة حصلت. وده غالبا لأن ستانا اختارت تسكت علشان حبها لليفيو كان أكبر من رغبتها في الانتقام. وبعد الليلة دي كل حاجة انطفت، الخوف قتل الرغبة، وليفيو وأنا ملمسوش بعض تاني ولا حتى قربوا من بعض، وبقت نظراتهم كلها حسرة وندم. وفي النهاية ليفيو قرر يهرب من ذكرياته ومن نار حبه لمرات أبوه، فدخل الجيش وساب البيت والبلد كلها، وبعد سنين اتجوز بنت تانية وبدأ حياة جديدة. وساب أنا تعيش مع أبوه في سجن من نوع تاني، سجن الذكريات والسر اللي هيفضل محبوس جوه قلبها للأبد. وبمرور الوقت الحياة رجعت لمجراها الطبيعي والهدوء سكن البيت من تاني، وكل واحد فيهم كتم السر جوه قلبه وقرر يمشي في طريقه وكأن شيئا لم يكن، وبيسيبوا اللي حصل يبقى مجرد ذكرى حامية في ليالي الشتاء الباردة. دي كانت نهاية فيلم الزوجة التانية، قصة عن الرغبة اللي بتولع في وقت غلط وتدمر كل حاجة حواليها. وأخيرا سيبولنا رأيكم في الكومنتات، تفتكروا أنا كانت ضحية ولا خاينة؟ وبكده يكون خلص فيلمنا، أشوفكم على خير، سلام.